السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. جيتكم بوصفة اللي دارت حالة في مواقع التواصل. فلان بسلطة الفواكه اللي راح يكون بنين وسهل وما يشدش اليد. هنايا واش عندنا ريت لا حليب، انا درت حليب شكارة عادي هكذا. نزيدوله زوج باكيات تاع فلان، الوزن الواحد 50 غرام، يعني المجموع اللي درتو في ريت الحليب 100 غرام تاع فلان هكذا. انا درت الباكيات الصغار، سي بوغ سا درت زوج باكيات. نزيدو لهم زوج ملاعق كبار تاع النشا هكذا كيما راكم تشوفوا فيهم بومبي، ونزيدو لهم زوج ملاعق كبار تاع سكر. كيما على بالنا وين تكون نشا راح ينقص لنا الحلاوه، على بها زدنا لها زوج ملاعق كبار تاع السكر. انا ما جاتنيش حلوه، جاني فلان عادي. نخلطوهم كامل بارد في بارد ونحطوهم فوق النار حتى ياخد لنا الغليه هكذا. نديروهم فوق النار. هنايا حكمت لي فيغين تاعي اللي متعوده ديما نخدم بيهم. نبداو نعمرو دوكا في لي فيغين تاعي هنا بعد ما غلى لي الفلان تاعي وتقال شويه. ما نعمرش لي فيغين تاعي حتى الفوق هكذا. هنايا الله يبارك هاد الفلان يخرج كميه كبيره. انا درت هادو ما 6 ليفيغين وزدت واحد ليفيغين. دوك نوريهم لكم، هادو هما شريتهم جدد. شوفوا شحال كيوت الصغار و بزاف شابين، ما عندي ما نقول فيهم. اذا عمرت 4 هادوك الصغار و6 كبار، الله يبارك يخرج كميه كبيره. الا نتوما عندكم عائله كبيره تقدروا ديروا تاكلوا وتوكلوا. هنا واش ندير؟ تحكمي الفواكه اللي عندك. انا درت لافخاز ودرت البانان. واش يكون عندك ديري، عندك تفاح ولا فخاز، عندك لافخاز وحدها ديريها. نقطعوها هكا صغيره، نقطعوها مكعبات صغار كيما راكم تشوفوا هكذا. هكا باش كي نحطوها فوق هذاك الفلان تاعنا. ونزيدوا لها هذاك الفلان الفوقاني اللي درناه بالبرتقال، ماوش راح تجينا مشوكه، تجي مستفه من الفوق هكذا. نكملوا هنايا كامل الكميه تاع لافخاز اللي عندنا. هايلك هنا ماشي راح نديروا كميه كبيره، سورتو الا ميلونجيتو ما بين لافخاز وديروا كميه صغيره تاع زوج حبات بانان، ديروا حبات تفاح وديروا غير شويه تاع لافخاز، راح تجي الله يبارك كميه الله يبارك. هنا بعد ما قطعت كامل هاد البانان تاعي عصرت عليه شويه قارص باش ما يكحليش البانان. وهنا كي نديروا هذه سلطه الفواكه ونديروا فوقها هذاك الفلون، ماوش راح يكحلنا كيما مالفين نديروا سلطه دو فروي ونخلوها في الفريجيدير من بعد نقدموها راح يكحلنا هذاك البانان. هنايا بعد ما كملت قطعت كامل الفواكه تاعي، اني جيت نستفها هنا فوق لي فيغين فوق هذاك الفلون، يعني بعد ما درتو عفوا ما قلت لكمش دخلوه للثلاجه يبرد، نخلوه يبرد بيا ومن بعد نعاودو نخرجوه نستفو فوقو هذيك الفواكه. هنا نحكمو كاسرونه، عندنا كاس ونص تاع عصير برتقال، ونزيدو لها باكي فلون الوزن 50 غرام. هنا إلا عندكم تشينة تاعكم يعني البرتقال تاعكم قارص، نزيدو ملعقة كبيرة تاع سكر. وإلا البرتقال تاعكم حلوة ماناش راح نزيدو باكي فلون يكفي. أنا البرتقال تاعي حلوة معناتها ما زدتلهاش سكر، غير الباكي تاع الفلون جات مليحة. نخلطوها هكا بارد في بارد، نحطوها فوق النار حتى تبدا تغلي لنا الغلية الأولى نحوها هكذا. الغلية الأولى نحوها. هنايا هايلك بعد ما غليتها كيما راكم تشوفوا نفرغوها سيغ بلاص فوق الفواكه هذيك قبل ما تجمد لنا. لو كان نخلوها تبرد راح تجمد لنا. هنايا ريحة التشينا راهي دايره حاله. نفرغوها هكا حتى يتعمر لنا الفيغين حتى للفوق هكذا. كيما قلت لكم تخرج لنا كميه كبيره ما شاء الله. هايلك
هنايا نكمل نعمر كامل لي فيغين، ميم هادوك لي فيغين الصغار، وتشوفوا النتيجة معايا. هاي ليك هنايا التحلية تاعي راهي واجدة بعد ما بردت لي. جات ما شاء الله، مام البنة تاعها، بنة الفلان، بنة البرتقال من الفوق، بنة الفواكه، راح تعطينا بنة روعة. كيما قلت لكم البانه نتاعنا راح يقعد هو ما يكحل ما والو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم. ديروا لي جيم وديروا لي ابوني، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. نتلاقاو مع وصفه جديده، نقول لكم السلام.